السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصاد الأسبوع يقدمها لكم محمد سلة، ونستهلها بأبرز العناوين. تصريح الرئيس سال بأن برنامج التربية الجنسية يخالف قيم السنغاليين. الرئيس سال يمنح عفوا رئاسيا ل854 سجينا. وزير الخارجية الياباني في زيارة عمل للسنغال. هذا الموجز وإليكم الأخبار بالتفصيل. أهلا بكم. علق رئيس الجمهورية ماكي سال في الندوة الصحية التي جرت بينه وبين بعض الهيئات الإعلامية في السنغال الخميس الماضي على الجدل الدائر حول الإشاعات التي تشير بسعي وزارة التربية والوطنية السنغالية بالتعاون من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وقال بأنه لن يتم إدراج التربية الجنسية في مناهجهم التربوية. كما تابع موضحا أن السنغال دولة ذات سيادة، ولن تقبل أي جهة سواء اليونسكو أو غيرها على إدراج البرامج التربوية التي تخالف قيمهم وعاداتهم. وأضاف في السياق نفسه مشيرا إلى أنه يعمل جاهدا لتكون المناهج التربوية مناسبة مع أعراف السنغال وقيمها، ولن يتم إدراج أي برنامج تربوي فيه يخالف القيم الاجتماعية والدينية. وقال الرئيس سال: إنني أطمئن الأولياء بأنه لن يتم إدراج التربية الجنسية في مقرراتنا الدراسية ما دمت رئيسا للبلاد. أفادت وزارة العدل السنغالية في بلاغ لها بأن رئيس الجمهورية قرر في مناسبة حلول العام الجديد كعادته منح العفو الرئاسي ل854 سجينا. وذكر البيان أن 782 من السجناء الذين استفادوا من العفو الرئاسي تم رفع الأحكام عنهم بصفة كاملة. وأكدت وزارة العدل السنغالية في البيان نفسه أن قرار منح رئيس الجمهورية عفوا رئاسيا لهذا العدد الكبير من السجناء يندرج تحت الجهود الحكومية المبذولة لمحاربة الاكتظاظ في السجون السنغالي وتحسين الظروف المعيشية للسجناء ومنع جائحة فيروس كورونا من التسرب إلى السجون. أكد سفارة اليابان لدى السنغال في بيان لها على وزير الخارجية الياباني السيد موتوكي تسوميتسو سيصل إلى السنغال 9 يناير 2021 لزيارة عمل تمتد لمدة 3 أيام. وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين السنغال واليابان في المجال الدبلوماسي والاقتصادي. وسيجري الوزير موتيغي تسوميتسو مباحثات مع رئيس الجمهورية ماكي سال ووزيرة الخارجية السنغالية السيدة عائشة تال سال. ونبهت السفارة اليابانية في البيان نفسه أن اليابان تتطلع إلى مد جسور التعاون مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات الحيوية، كما تسعى إلى الانفتاح أكثر مع دول القارة السمراء وخلق شبكة تعاونية معها في مجالات كثيرة منها التجارة والأمن. عزى السيد إدريس سيك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الشعب السنغالي في منشور له في فيسبوك بوفاة السيدة مريم بنت الشيخ إبراهيم نياس التي رحلت إلى الأبد مساء يوم السبت. وقال: توفيت السيدة مريم نياس التي أفنت حياتها في خدمة القرآن، وكانت أيقونة تاريخية للسنغال والدبلوماسية الإسلامية. وأعزي الخليفة العام للفيضة التيجانية سرماح نياس وأسرة الفقيد والأمة الإسلامية جمعاء. أفاد رئيس أساقفة دكار السيد بنيامين جاي في بيان اطلع عليه موقع أخبار السنغال بأن الكنيسة الكاثوليكية بالعاصمة السنغالية دكار قررت إلغاء القداس الذي كان من المقرر إجراؤه ليلة الخميس في كنائس دكار بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تشهدها البلاد حاليا.
وأعرب السيد بنيامين جاي في البيان ذاته عن أسفه في إلغاء القداس، وقال بأنهم يبلغون بكل أسف عن إلقاء القداس في نهاية العام الجاري بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة في البلاد بسبب الموجة الثانية من كورونا التي تعرفها البلاد حاليا. وإلى هنا قد وصلنا إلى نهاية الحصاد، ونذكركم بأبرز ما جرى فيها. تصريح رئيس الجمهورية بأن برنامج التربية الجنسية يخالف قيم السنغاليين. الرئيس سال يمنح عفوا رئاسيا ل854 سجينا. وزير الخارجية الياباني في زيارة عمل للسنغال. أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة والمشاهدة، ودمتم في أمان الله.